متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني تحسبا للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام كل من منتخبي الملاوي والأرجنتين، وفيما يلي أسماء اللاعبين المنادى عليهم: في حراسة المرمى منير محمدي، ياسين بونو، أحمد رضا تقنوتي. في الدفاع يونس عبد الحميد، مروان داكوستا، مهدي بن عطية، أشرف حكيمي، عبد الكريم بعدي، نجم حسنية أكادير، نصير مزراوي، وليد الحجام، بدر بانون، فؤاد شفيق، وغانم سايس. في الوسط أمين حارث، يوسف أيت بن ناصر، يونس بالهندا، عبد الإله حافظي، فيصل فجر، سفيان بوفال، كريم الأحمدي، حكيم زياش، بارك بوصفة، مهدي بوربيعة، سفيان أمرابط، ونجم بلد الوليد أنور التهامي. في الهجوم أيوب الكعبي، يوسف النصيري، خالد بوطيب، نور الدين أمرابط، إسماعيل الحداد، أسامة إدريسي، زكريا حدراف، ورشيد العليوي. للإشارة، مقابلة الملاوي والمغرب ستجرى يوم الجمعة 22 مارس على الساعة 2، بينما مقابلة الأرجنتين ستجرى يوم الثلاثاء 26 مارس على الساعة 8 بتوقيت المغرب.